السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات عيادة اللواء طبيب أحمد فاروق ميرا، استشاري جراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية. النهاردة هنتكلم عن العلاج الدوالي. أول حاجة العلاج الدوالي إن احنا نعمل دوبلكس اللي هي موجات صوتية على أوردة الساقين. أما بنعمل دوبلكس لازم أول حاجة نستبعد وجود جلطة في الأوردة العميقة أو قصور مزمن في الدورة الوردية في الأوردة العميقة. لو الأوردة العميقة بيتنت اند كومبتنت يعني كويسة وسليمة نبتدي نشوف الأوردة السطحية. لو في ارتجاع في الصمامات والثواقب في الأوردة السطحية يبقى في الحالة دي تستلزم التدخل يا إما جراحي يا إما بقسطرة الليزر، الاندو ليزر، القسطرة التداخلية بالليزر، يا إما الفوم ثيرابي يا إما الراديو فريكونسي اللي هو التردد الحراري وده زي الليزر. لو مفيش ارتجاع في الصمامات والثواقب يبقى نحتاج للعلاج يا إما بالاكزو ليزر أو الحقن المباشر يا اما بالفوم يا اما بالاثيروسكليروز اللي هي المواد اللي بتعمل تخثر في الدم. طيب امتى نعمل حقن وامتى نعمل ليزر؟ عشان دي مهمه جدا، لان بعض الدكاتره بيعملوا، يعني مش هنتكلم عن الدكاتره، لكن بعض الناس يقول لك انا عايز ليزر. مفيش حاجه اسمها انا عايز ايه، مفيش حاجه انا بحب ايه، هي مش يعني هي انت ايه اللي ينفع ليك وايه اللي ما ينفعش ليك. الحقن احنا لما تكون الشعيرات الدمويه احنا قلنا لازم عشان نبتدي حقن او ليزر اتاكد ان الدوالي العميقه الاورده العميقه سليمه. نمرة 2 اتأكد ان الصمامات والثواقب اللي بين الأوردة العميقة والأوردة السطحية سليمة. لو اتأكدنا من دول اذا الحل العلاج يا اما بالشراب والوقفة وعدم الوقفة وممارسة الرياضة يا اما العلاج التجميلي اللي هو يا بالليزر يا بالحقن. لو الشعيرات الدمويه اقل من ملي يبقى تستلزم ليزر، ينفع معاها الليزر، لان الليزر بيك والشعيرات الدمويه دي ثرو السكين من خلال الجلد، فبالتالي لو هي اكبر من ملي هحتاج من باور اعلى، يبقى انا هحتاج هلسع الجلد، يبقى هتلاقي الشعيرات الدمويه ايه غمقت واسودت والجلد اسود، وبعد كده يبقى انا بدل ما كان الشكل مخضر ومزرق بقى مسود وبني، يبقى انا لسعت الجلد وحرقه. عشان كده بنقول عشان ابتدي اشتغل ليزر يبقى لازم الشعيرات الدمويه اقل من ملي. طب اكتر من ملي دي انا بدخل فيها بابر زي ابر الانسولين اللي هي 27 جاوج او حاجه رفيعه جدا، ادخل احقنها بماده بتعمل تخثر للشعيرات الدمويه اللي موجوده وبتعملها بعد كده تجلط وتليف، ودي بمواد زي الفوم زي الاثيروسكليروز زي ادويه كتيره جدا تقدر تعمل لها للحقن. عشان كده لازم بعد كده ممكن لو اخترنا الماده الصح بالنتيجه الصح بالتكنيك الصح بتجيب نتائج كويسه جدا جدا جدا. لو ما عملناش الاختيار الصح بالنتيجه الصح وبالاسلوب العلمي المظبوط بتعمل مشاكل. عشان كده دايما المريض يجي يقول لي انا عملت عمليه الدوالي ورجعت، لا الدوالي لو رجعت انا بقول دايما عيب جراح. لازم عشان الدوالي تتعمل عمليه الدوالي تتعمل صح تتعمل بانديكيشن معين، وده نشرحه في الحلقه الجايه التدخل الجراحي للدوالي والاوعيه الدمويه. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.